نظرات الحب والندم باينة في عينيها، شكلها كده بتحب العريس وزعلانة عشان سابها واتجوز. ده كان جزء من تعليقات الجمهور على عياط إلهام صفي الدين بعد اللي عملته في فرح ابن خالتها محمود، اللي يعتبر الفرح الترند بتاع السنة دي. طب يا ترى قالت ايه؟ ويا ترى فعلا هي غيرانة من العروسة وبتحب العريس لكن ما نالتش مرادها منه؟ تعالى نعرف كل حاجة من البداية للنهاية على المصرية. انتشرت فيديوهات كتيرة لفرح مدير التصوير محمود شاهين ابن اخو الفنانة إلهام شاهين، لكن في فيديو واحد عمل فايرل على كل منصات التواصل الاجتماعي، وعلى الرغم من تعليقات الناس على الفرح ده وان في بعض الحاجات اللي ما تصحش انها تظهر للمجتمع بسبب انها مختلفة عن تقاليده، لكن فيديو واحد بس زي ما قلنا هو اللي علق مع الناس. فيديو لإلهام الصغيرة وهي بتعيط بحرقة كبيرة جدا. الجمهور فسر ده انها بتحب محمود لكنها ما قدرتش انها تتجوزه، او قصة الحب اللي ما بينهم محدش فيها عبر للتاني عن حبه، وده كان ظاهر من نظراتهم لبعض واحضانهم. لا ده كمان في ناس قالت انها حست بظلم كبير لنفسها انها سابته يضيع من ايديها. طبعا ده تحليل بعض الجهابذة على السوشيال ميديا، لكن هل الكلام ده صح؟ الفنانة إلهام صفي الدين كشفت عن سبب عياطها في حفل زفاف ابن خالها مدير التصوير محمود شاهين، واللي أقيم الأسبوع الماضي بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير. أما بقى عن الفيديو وعن سبب عياطها علقت وقالت: محمود ده أخويا الكبير وسندي، الاتنين قلبهم طيب وبيحبوا الحياة، ربنا يسعدهم، الاتنين بيحبوا بعض. قعدت اعيط زي العيلة الصغيرة عشان حبيبي هيتاخد، بس هو مش هيتاخد برضه، انها جميلة واختي ومبسوطة لهم جدا. بعد التعليق ده تقريبا كل باب الشك حوالين انها كانت حبته وما طلتوش وانه قصة حب من طرف واحد انتهت. تفتكر بقى إلهام صفي الدين عندها حق ولا هي فعلا بتحب محمود شاهين؟ قول لنا انت بقى رأيك في الكومنتات.